بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأخيار. السلام عليكم أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات في الله، ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وجعل الله من الآخذين بثأره مع إمام مهدي منصور من آل محمد صلى الله عليه وآله. أيها الأحبة الأعزاء، لقد وجد الإمام الحسين عليه السلام أن الأوضاع العامة في الأمة الإسلامية تتدهور وتزداد تدهورا يوما بعد يوم، وأن ثمة انحرافات فظيعة عن الدين تحدث في أوساط الأمة الإسلامية، وقد أصبحت تلك الانحرافات تهدد سلامة الدين. فخرج هو بأبي ونفسي في طلب الإصلاح في أمة جدة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورغم المنزلة الرفيعة التي كان يتمتع بها الإمام الحسين عليه السلام في الإسلام، ورغم قرابته القريبة من الرسول الأعظم الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو سبطه وابن بنت نبيه، إلا أن الأمة الإسلامية خذلته ولم تنصره، بل نصرت عدوه عليه. وقد أفتى كبير القضاة في الكوفة بجواز قتل الإمام الحسين عليه السلام، لأنه خرج على إمام زمانه يزيد بن معاوية، فكان أن حوصر الإمام الحسين عليه السلام مع فئة قليلة من أهل بيته وأصحابه في كربلاء، وقتلوا جميعا، وسبيت نساؤه وأطفاله. والسؤال: من المنتصر، يزيد أم الإمام الحسين عليه السلام؟ فالظاهر والمباشر أن يزيد هو المنتصر، فقد قتل الإمام الحسين وقتل جميع أهل بيته وأصحابه الذين كانوا معه في كربلاء، وسبى نساءه وأطفاله. ولكن في الحقيقة وعلى المدى البعيد فإن المنتصر هو الإمام الحسين عليه السلام. فما كان يتمتع به الإمام الحسين عليه السلام من الصدق والإخلاص لله عز وجل، وما كان يحمله من القيم والمبادئ، نجح في قلب الموازين، فخرجت الثورات ضد يزيد حتى نجحت في القضاء على حكم يزيد وحكم بني أمية، وأصبح تأثير ثورة الإمام الحسين يتجدد طوال التاريخ، فقد خرجت العديد من الثورات باسم الحسين عليه السلام. وهنا نستقي درسا بليغا ومهما، فإن الجماعة الصالحة القليلة التي تتمتع بالصدق والإخلاص
قد تتعرض إلى الحصار والتصفية، إلا أن هذا لا يلغي فرصة الانتصار، فقد تنتصر هذه الفئة القليلة ولو بعد حين. وهذا ما عكسه الزعيم الهندي غاندي بقوله: تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. أي تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر من خلال المقاومة الجادة والإرادة الفولاذية الحرة وحسن التصرف وحسن الإدارة. فتكون النتيجة أن الفئة القليلة المظلومة تستطيع بصدقها وإخلاصها وإرادتها أن تتغلب على الماكينة العسكرية الضخمة والماكينة الإعلامية الضخمة للطغاة والمستبدين والمستكبرين. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه. فعلى أصحاب الحق أن يتمسكوا بحقهم وأن يتوكلوا على الله عز وجل، فإن العاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين.